النهاردة معانا فيديو جديد للساعة من عملاق صناعة الساعات الياباني سيكو. سيكو مش سايكو. طيب، سيكو إيه؟ بقالهم كتير قوي بيصنعوا ساعات. عملاق بمعنى الكلمة. إيه؟ شركة اورينت بقت معاه. سيكو مع اورينت تبع ابسون. عملاق بمعنى الكلمة، بيصنع لنفسه الموفمنت بتاعت الساعات، اللي هو قلب الساعة، هو أهم حاجة في الساعة. بيصنع وبيدي لشركات كتير جدا الموفمنتس بتاعته، يعني مش بيصنع لنفسه بس. ده يديك فكرة قد ايه الموفمنتس بتاعته الاوتوماتيك طبعا اعتمادية جدا، عامل زي التويوتا والهوندا في العربيات بالظبط. معنى كلمة اعتمادية في الساعات يعني السيكو. طبعا احنا نرفع قبعة للساعات السويسري، لكن سيكو هو عملاق الياباني، ومش بنقارن هنا الياباني مع السويسري. تعال نشوف ايه اللي معانا النهاردة في العلبة اللطيفة ديت. نشوف من جوه ايه الاخبار. كلام بالياباني مش فاهمينه، يلا نشوف مع بعض. العلبة من جوه فيها علبة تانية، جواها علبة تالتة، كارتين، كارت الوارنتي ده سيكو Certificate of Limited Warranty. وعلى فكرة يا جماعة، ساعات السيكو ضمانها طبعا هنا في مصر الوكيل بتاعها شركة العربي، والضمان بتاع الساعات السيكو كلها even لو جاية من بره مصر ساري هنا عند العربي. ودي دايما بتبقى حاجة من صناع العالميين الكبار، دايما مبيبقاش عنده مشكلة خالص ان منتجي يتم ضمانه او يتم صيانته فري اوف تشارج، والضمان يبقى ساري في الوكيل عندك في بلدك. فدي حاجة بتطمن جدا. كل الشركات الجديدة دلوقتي بتقولك توفير ورق وتوفير عشان البيئة و جو جرين والحاجات الجديدة دي كلها، طبعا عشان الحفاظ على البيئة والمبادرات الطيبة دي كلها. فما بيطبعوش المانيوال. الكارت ده هندخل على الويب سايت، نقدر ننزل المانيوال والكتالوج بتاع الساعة منه. تعالوا بقى نشوف الساعة نفسها عاملة ازاي وندخل في المفيد. العلبة دي طبعا كرتون، لونها لطيف، سيكو وعلامة الفايف. ده اللاين اب جديد من سيكو بقاله كذا سنة. سيكو فايف سبورت ده يعني ناس بقى عاشقي البراند ده، عاشقي السيكو. في ساعة عظيمة من سيكو بقالها سنين كانت محققة نجاح بالملايين المبيعات، اللي هي السيكو الاس كي اكس، بالفيرجنز بتاعتها بقى اس كي اكس 007 وال9 وال11. آه، وقفت ديسكونتينيود تقريبا في 2019، ونسيكو اعلنت عن السيكو 5 سبورت الجديدة ديت كفيس ليفت يعني. ناس كتير زعلت بس انا ما زعلتش لما شفت الساعة ديت. آه، مم. نبدأ منين الكلام؟ طيب، الأول بس نحاول نشوف هو اللون ده ايه. يعني كده أخضر، تركواز، أخضر في تركواز، وبعدين نقرب. ألوان كتير مع بعض، ألوان كتير مع بعض، وصعب تعرف درجته ايه، فاتحة ولا غامقة. يعني كده يكاد يكون كأنه أسود، كأن هنا في أسود وجوه أزرق. كده أسود خالص، كده أخضر فاتح، كده جوه مزرق شوية عن بره، كده بقى جوه فيه الفاتح وغامق، وهنا الأخضر بقى غامق. حاجة كده خيال. ايه اللون ده وايه روعة التنفيذ دي؟ انت ممكن تقصد تعمل لون في ساعة ويطلع حاجة تانية خالص، يطلع فاتح زيادة عن اللزوم، غامق زيادة عن اللزوم، مش ظابط مع بعضه. بس الساعة دي فعلا يعني الامبريشن اللي اول ما عينك هتقع عليها وتشوف اللون والضي واللعب في اللون كده مع الزوايا، انبهار، انبهار بمعنى الكلمة. تعالوا بقى نتكلم عن الساعة نفسها، مش اللون بس، ونشوف ايه الاخبار. طيب، ارقام الساعة دي ايه؟ مبدئيا طبعا دي سيكو، يعني اوتوماتيك. سيكو بتعمل اوتوماتيك، بتعمل سولر، وبتعمل كوارتز احيانا، قليلة جدا، لكن هي عملاقة صناعة الاوتوماتيك موفمنت. طيب،
الساعة دي اوتوماتيك، الموفمنت بتاعنا 4R36، ويمكن اتكلمنا في فيديوهات سابقة قبل كده عن الموفمنت ده، وازاي ان هو عملاق، وازاي ان هو محقق مبيعات في ساعات كتيرة جدا، ديورابل جدا، اعتمادي، رخيص مش غالي، دقته محترمة جدا، ديسنت طبعا، مش أدق حاجة، لكن في البرايس رينج ده أو في الشريحة السعرية دي دقيق جدا في التايم. وفي نفس الوقت صوته مش عالي قوي، عشان دي حاجة بتبقى مزعجة شوية لبعض الناس اللي ودنها دقيقة قوي في الساعات الأوتوماتيك. لو موفمنت خشن، بالذات الموفمنتس، طبعا الصين عملت موفمنتس كتير دلوقتي، سيجال وغيره، فالموفمنتس بتاعتهم خشنة رف بالليل في الهدوء التام، ودنك هتلقط خشونة الروتور وهو شغال. طيب ال 4R36 نتكلم عليه سريعا تاني من سيكو. آه ده الباور ريزيرف بتاعه تقريبا 41 ساعة. انا جربته وطلعت اكتر من كده معايا، ودي حاجة متوقعة، بتقعد اكتر من كده، ممكن تقعد لحد 46 ساعة، فدي شيء لطيف جدا. اولموست يومين تقريبا، يومين كاملين، مش هتحتاج تحرك فيهم الساعة لو هي مليانة على الاخر، فولي واند، مش هتحتاج ان انت تلمسها، ومش هتقف معاك. طيب 41 ساعة الرسمي، تقريبا 46 ساعة فعلي وعملي. أبعاد الساعة ديت 13.4 ملي. خلينا بقى نشيلها من هنا، نتكلم بقى الكلام وهي في ايدينا كده. 13.4 ملي ده السكنس بتاعها، السمك بتاعها. الكراون هنا عندنا على فكرة مش سايند. 13.4 سكنس. 42.5 الديامتر بتاعنا، طبعا من غير الكراون، 42.5 ديامتر، و46 ملي من بره خالص، من اول الشفة هنا لاج تو لاج 46 ملي. عرض الباند عندنا 22 ملي، الستاندرد قوي يعني. والاوستيك عندنا هنا مش تيبرد، يعني مش نازل على ضيق، هو 22 وبيقفل 22. طيب هاردلكس الازاز دوت في سيكو هو مينرال جلاس، هو زجاج معدني، لكن هم عاملين له تقوية زيادة، والتقوية الزيادة دي بالإزاز عندهم بيسموه هاردلكس، بتقويته زيادة عن المينرال جلاس العادي، لكنه مش سفاير. طبعا كنت أحب إن هو يبقى سفاير، أو كان هيبقى أفضل للساعة إن هو يبقى سفاير، لكن في الشريحة السعرية دي من سيكو للأسف ما بيحطوش سفاير، يعني بيبدأوا من $500 تقريبا، واحنا طالعين يبدأوا يفكروا في السفاير، فيما عدا ذلك للأسف لا. طيب 100 متر بس ووتر ريزيستنت، يعني 10 بار، وده مش سكرو داون كراون، لذلك عشان كده طبعا هو يعني هي دايفر ستايل. يعني انا عارف ان في تناقض شويه في الحته دي من سيكو، لكن هي دايفر ستايل، والساعه دي ساعه ستايل غطس رسمي، لكن في نفس الوقت الكراون ده مش سكرو داون. طيب لو جينا نبص على الظهر هنلاقيه سكرو باك، ده مش مسامير طبعا. وعندنا هنا ده سي ثرو، ده نقدر نشوف الموفمنت اهو، الروتور بيتحرك تحت. تمام. فاذا سكرو باك، لكن مش سكرو داون كراون. يعني لذلك هي 100 متر مش 200 متر. تمام. طيب دي ديت ويندو، الموفمنت ده اتكلمنا يمكن قبل كده عليه، اللي هو ال NH35A، هو لكن لو سيكو عامله نفسها يبقى اسمه 4R36. لو هتبيعه للغير يبقى اسمه NH35A. A عشان فيه النافذتين دول، وال36 هو اللي فيه النافذتين دول. طيب لو 4R35 يبقى في اليوم بس في الشهر، مفهوش اليوم في الاسبوع. اوكي. طيب فده خلاص، ده مش سكرو داون، ده مجرد بنشده وكده بنوند، او كده بنملى الساعة. آه كده هنغير في اليوم، كويس، وكده بنغير في اليوم، وكده بنغير في الساعة، طبعا عشان داخلين عشان الساعة 12 وغيرت في اليوم.
سيكو دايما بتبقى الساعات اللي فيها اليوم في الاسبوع تيجي بلغتين، في منها بيجي بعربي وانجليزي. يعني هتلاقي يوم مكتوب الجمعة السبت الأحد، وفي بيبقى فرنش مع انجلش، وفي ساعات بيبقى صيني أو ياباني، اللغات بتاعتهم ديت. بس غالبا هيبقى ياباني طبعا، ليه هيبقى صيني؟ هم أصلا يابانيين. فالخلاصة ان انت لو بتشتري ساعة سيكو، شوف الأسبوع لو يفرق معاك يعني وعايزه بالعربي، اتأكد الأول ان هو بيعرض عربي ولا لأ. في حالتنا هنا طبعا هو مش عربي، انجلش وفرنش. ادي تيوزداي. طيب، آه الاوستيك والكلاسب عندنا هنا. آم، كما هو متوقع من سيكو ومن آه الشريحة السعرية دي، هو مأدي الغرض جدا، تقيل محمل سوليد. سوليد بين هنا على فكرة. آه يعني ما عنديش اعتراض عليه، ما عنديش اعتراض عليه، لكن في نفس الوقت كان في بريسلتس احسن من كده، اقوى من كده شويه، اتقل من كده شويه، الفينش يمكن اعلى من كده شويه، المسافات ما بين اللينك واللينك اصغر من كده شويه. لكن في نفس الوقت دي مسببه لي مشكله او بالنسبه لي ازمه خالص. ما اعتقد ناس كتير هتتفق معايا في حاجه زي كده، لكن دي ملحوظه تقال. البيزل دي المفروض ان هي الومنيوم او الومنيوم، مش سيراميك، لكن الضي واللمعة اللي فيها توازي السيراميك جدا جدا، فدي حاجة تستحق الذكر يعني. طيب، سيكو طبعا عملاقة ومن أعظم الشركات في الكون اللي بتصنع ساعات فيها لوم جبار. اللوم بتاع السيكو يا جماعة يعني خرافة، محدش بيضاهيه، محدش يقدر يعلي عليه. نادر جدا ما بتلاقي حد بيعلي عليه. طيب، هما بيسموا التكنيك او التكنولوجي اللي بيصنعوا بيها اللون بتاعهم ايه؟ لومي برايت. فهنا الساعة دي برضو فيها لومي برايت، وشكلها بقى في الضلمة حكاية. تعالوا نشوف مع بعض كده هيبقى شكلها عامل ازاي عشان هتتبسطوا. خليكم معايا. ده بمجرد بس ما قفلنا النور اللي بنصور بيه وعلى ضوء الشمس الطبيعي، والنهاردة اصلا الشمس مش طالعة اساسا، المنظر عامل كده. طيب، تعالوا نضلم كده اكتر ونشوف المنظر هيبقى عامل ازاي، لانه بصراحة فوق الخيال. تعالوا نزود كده ونشوف ايه الاخبار بقى. لا، وقوي وبيقعد كتير يعني الاتنين، يعني قوي جدا وبيقعد كتير جدا عقبال ما يفيد اوت ويبقى آه مش مقري. يعني ممكن مثلا انا عن تجربتي الشخصية في ساعتي انا الشخصية بنتكلم مثلا حوالي 5 ساعات ونص 6 ساعات وانت ستيل شايفها. طبعا بتقل عن كده، بس انت مقرية جدا، مقرية جدا لحد 6 ساعات يا جماعة. يعني ما خيال، خيال. طيب، بعد ما شفنا اللوم، فاضل عندنا ان احنا نقول ان سعر الساعة الرسمي بقى من موقع شركة سيكو 295 دولار. ده الرسمي بتاعها. يعني اغلب الموديلات السيكو 5 تقريبا بتلعب في الرينج دوت، ان ما كانتش limited edition او آه، يعني الديزاين سبيشال بزيادة. طيب، الموديل ده اللي هو الاس ار بي دي 61، ده اللي هو اللون الاخضر اللي احنا شايفينه دوت، اللي هو بيسموه emerald green او اخضر زمردي. احنا بقى بالنسبة لنا تركواز، اخضر، اخضر زمردي، لون خزعبلي. وده اللوجو بتاع السيكو 5 زي ما قلنا. يتبقى ان احنا نفكر بس بعض بان الموفمنت ال 4 ار 36 ده يا جماعة بيعمل هاك للسكند هاند. يعني عقرب الثواني بيقف لما باجي اظبط الساعة، وده عشان لما اظبط الساعة اظبطها بالثانية. طبعا الموفمنتس القديمة ما كانتش بتعمل هاكينج لل او بيستوب. يعني طبعا في عالم الساعات احنا بنسميها هاكينج عشان نستغرب المصطلح.
لكن المصطلح ده مستخدم في عالم الساعات، اسمه هاكينج موفمنت، او بنوقف عقرب الثواني عشان نقدر نظبط بالثانية. في موفمنتس كتير مفيهاش الاوبشن ده موجود عندنا في الموفمنت في الساعة ديت. ده تقريبا كان كل حاجة عندنا عن السيكو 5 سبورت الجديدة الاس ار بي دي 61. وما تنسوش سبسكرايب ولايك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا جزيلا.